food for today Arabian nights. طبعا يا جماعة أنا عندي ويب سايت أونلاين بس أنا قافلاه دلوقتي. فكرة تربطوه على الوسط بس ملك وماشية دلوقتي في الشارع. وممكن أشترك اليومين قال لي ممكن. هاي يا جماعة، النهاردة تجربتي تاني مرة أدخل أو أشارك في فير ماركت كارتيزان. والنهاردة احنا موجودين في بوناكورد لوخ ستريت في مول اسمه بوناكورد. اوكي، العربية لايقة مع اليافطة. المهم خدكم في اليوم معايا، وما تنسوش طبعا تشتركوا بالقناة وتكتبوا لي كلام حلو وتدخلوا على الانستجرام تشجعوني وسبورت مي. يلا بينا. حتى كل الحاجات في الشنطة. كان ممكن اجيب العربية بس الصراحة قلت بدل ما ادفع باركينج هتمشى 15 دقيقة. هو بالشنطة غلسة، عارفة 15 دقيقة ماشي اوكي، بس بالشنطة غلسة اوي. بس اتس اوكي، انا مبسوطة ان انا بعمل الافورت ده، خاصة ان انا عندي كلاسين النهاردة هعلم. فكمان المعرض لمدة يومين، النهاردة الجمعة وبكرة السبت. فقالوا لي ان انا ممكن اسيب حاجتي في المكان لغاية بكرة، لان هو المعرض يومين النهاردة وبكرة. فقلت قشطة، بدل ما اجيب العربية واركنها في الباركينج وادفع باركينج، اتمشى بقى شوية، انزل بدري اخد شنطتي ببقتي وانزل اتمشى لغاية ما اوصل للمول. ده المول. و انا هنا في شجعوني يا ولاد بلدي ويا عرب. انا هنا النهارده، كل حاجتي في الشنطة. اوكي، وهنروح نشارك في المعرض. الساعة دلوقتي تقريبا 10:15. ريحة الأكل مفحفحة. لسه هروح بقى أسأل كده فين مكان المعرض وأفتح بقجتي وأعمل الحاجات. فهاخدكم معايا في البروسيس. بصوا يا جماعة، المرة اللي فاتت كنت في لالا لاند فما كانش في اوبشن سرفايف. طبعا انا ببقى جايبة اللانش بوكس بتاعي وجايبة الكوفي بتاعتي، مش عارفة هتشوفوها في الشنطة هنا، مش باينة. هي دي الزرقاء دي. بس طبعا الواحد نفسه دايما تحلى على حاجات تانية من بره، وده سبحان الله رزق الناس. فممكن لو اتزنقت اجيب كوفي، كوستا كوفي، لان الكوفي اللي معايا بلاك كوفي. فبيجي في بعد الظهر كده ببقى عايزة اشرب كابتشينو حلو كده بقى. فهبقى اجي هنا ست عمالة تبص عليا وابقى اشتري كوفي. يلا بينا. ده نوعية من المعارض اللي انا بحضرها، بس ده تاريخه خلاص قادم. والله حلو. اشوف لو في availability. شايفين بقى النظام البوست كود هنا يا جماعة؟ دي احلى حاجة في البلد. احلى حاجة في البلد هنا حاجتين: البوست كود، واي ديليفري او اي ايميلات يعني بتوصلك بالبوست بالبريد، بتوصل مش زي عندنا في مصر. احنا عندنا شوية البريد خلاص اتدهور في مصر، ف ما عادش فيه أهمية. ده المعرض اهو، شايفين؟ طب والله كويس، مش هضطر ولا اطلع ولا انزل. ده القديم، فهروح تاني الجديد الحمد لله في نفس الدور. وكنت شايفاه، دخلت كوستا سألت البنات اللي في كوستا هو فين، قالوا لي هنا. فهو عشان ورا السلم انا ما شفتوش. تعالوا معايا. So that's Costa, and that's Clinton. Yeah. انا عاجبني السيت اب يا جماعه بشكل
تحفة. كل عمال. Hi, are you Peter? Hi, nice to meet you. Yes, thank you. Record? Yeah, because I have a YouTube channel. Oh, thank you. يلا بينا نبطل دلع ونبدأ نحط السيت اب بتاعنا. دي ترابيزتي. Here في مامز في dogs. So let's start. Oh, look at that. هنا فرشة المفرش. الحاجات دي كلها مستعملة، أنا ما اشتريتهاش. ها يا جماعة، خلصت السيت اب. بصراحة لسه عندي برودكت كتير المفروض احطها، شايفين؟ بس خلاص الساعة دلوقتي 11 وميتة جوع وعايزة اشرب قهوة، فهقعد كده اريح شوية لان بصراحة عملت شغل. المشكلة الجولري دي بتاخد وقت كتير جدا عشان تورجنايز، بتاخد وقت كتير جدا. الحاجات الصغيرة دي بتاخد، يعني هي السيت اب بتاعها عملته في ثواني، كام كتاب حطيته وخلاص. انا اخد مني في حاجات تانية. بصوا هنا عايزة اطلعها، وهنا في حاجات كتير عايزة اطلعها، بس عشان اعمل حاجة موت حلو بصراحة يا شيخ. فالحاجات الصغيرة دي بتاخد مجهود، يعني كله خلص وانا لسه عندي حاجات كتير، وانا دايما بجيب حاجات كتير اكتر من اللازم. هقعد بقى كده اريح شوية ادلع نفسي واكل واشرب ولسه امور. يا جماعة دايما البتاع ده طعمه خطير، عبارة عن طبقة بسكوت، طبقة كراميل، طبقة شوكولات، ميلك شوكولات، تحفة. يعني ده ادمان. جبت الفطار وجبت الغدا، فهبدأ بالفطار. بيض مسلوق وعيش وطماطمايه، وفي تحت زي باتيبل تشيز كده او معرفش، بس بحب اوي العيش اللي تحت ده. واللي فوق ده انا جايبه اكسترا. فيلا نقول بسم الله وناكل مع بعضينا. مش عارفه اتصور. اسهل حاجه في الاماكن اللي زي دي ده العيش اللي انا بحبه قوي. نسيت احطه في التوستر، بحبه يبقى محمص. صراحة
عاجبني السبيس قوي. عايزه اشتري محل هنا. يعني قوي. في بدأت ناس تيجي المعرض هنا. ده بيتر صاحب المعرض، صاحب المكان. اوبشن بقى يا جماعه ان انا هنا اخدت اليومين فور فري. بيعملوا كده كل كام مره كده يوم فري. فانا كنت بعت لهم قبل كده، قالوا لي معلش كله فولي بوكد اللي هو الفري، بس انت ممكن تيجي اللي هو المدفوع. ما اشتركتش، بس هم سيبوا الايميل بتاعي، بعتولي وقالوا لي ان في معرض تاني إيه لو حابه تشتركي. فاخترت الايام اللي هي بيعملوها مجانا برضو، عشان انا هنا لسه بتست السوق، معرفش ايه البيهيفير. يعني التيتا اللي هناك دي انا معرفش هي بتشتري ايه، هي جت تشتري من عندي. فانا لسه يا جماعه بدرس البيهيفير بتاع المشتري هنا، لان الناس هنا بتشتري حاجات غريبه. ده كنت بوريها البليزر اللي انا عاملاه، وبصراحه انبهرت من الحاجات اللي انا بعملها. ده كله انا اللي مشتغلاه، بجيب الماتيريال وانا بجمع مع بعض. ف ودي النكتاي زي ما شايفه، دي نكتاي بتتلبس بالرقبه مع نيكلاس. في دي كمان محتاجة تتنضف، هقوم انضفها دلوقتي. هسيب الاكل واقوم انضفها وارتب الدنيا. رجع لي كلامنا تاني. فاخترت الايام اللي هي الفاضيه. بصراحه افتكرت ان هم اول مره لما عملوا كده عشان يجمعوا الايميلات وقالوا لي فولي بوكد وكده الفري، حسيت ان هو انا لسه، انتوا لسه عاملين الاعلان وانا لسه بعته، لسه حالا بعته وانتوا لسه حاطين اعلان، فما فيش وقت يعني ان الناس تلحق ده كله، خاصه ان انا على السوشيال ميديا على طول. فجم بقى المرة دي بعتوا لي ايميل ان في availability، فقلت له ممكن اشترك اليومين، قال لي اه ممكن. I did it يعني، اتبسطت. فالميزة ان انا هسيب الحاجات بتاعتي هنا من النهاردة لبكرة، مش هضطر اشيلها. اكمل اكل بقى عشان جعانة. بيساعد مراوتي يا جماعة. هاي جايز ابديت. واحدة صاحبتي جت اشترت مني حاجة ومشت، دلوقتي ما بعناش اي حاجة، فقاعدة بعمل editing على اللابتوب، والناس هنا قاعدين قاعدين. وده بودكاست ترافل ستوريز مع ريمون ومورا. مورا عسل يا جماعة، سكر سكر. قصتهم في السفر، هما الاتنين كزوج وزوجة وأب وأم مع أولادهم في السفر. لازم تتفرجوا على البودكاست ده، هتلاقوه على قناتي التانية اسمها شايمة ترافل سيكريتس. فكل حاجات السفر هتلاقوها على القناة التانية بتاعتي في اليوتيوب، متنسوش تشتركوا بالقناة. هاي جايز، كده اليوم الأول خلاص. هو المفروض المعرض من 11 ل 4، والنهارده الجمعة والناس شغالة، فبكرة السبت تاني يوم المفروض الاوف داي بتاع الناس. بس برضو السبت الصبح الناس بتبقى نايمة، لأن ده أول بداية الأجازة، سبت وحد، فالناس بتبدأ تتحرك من السبت بعد الظهر. جيت واحدة كده فعكشت لي الدنيا في الآخر كده، قعدت تقول هشتري هشتري هشتري. عارفين في الست اللي هي اللي لما بتشوف حاجة بتحس إن هي عايزة تشتري كل حاجة، وبعد كده ما بتشتريش، اشترت بس خدت في الآخر. فكان أنا النهاردة عملت كام 25 باوند بس. on the other hand ان انا ما دفعتش مكان الترابيزه، وبعمل كوميونيكيشن وبدرس سلوك المشتري هنا، وسبت حاجتي هناك وماشيه دلوقتي في الشارع مروحه البيت. هو التمشيه تقريبا 15 دقيقه من هنا لبيتي. في شارع كده بحب اتمشى فيه اسمه جورج ستريت، ابص على كام حاجه وانا مروحه في الطريق. والساعه دلوقتي داخله على 4:30، المفروض ان المعرض خلص الساعه 4. بس هروح بقى كده
ممكن اريح، ممكن ما اروحش خالص، مش عارفه. اروح على الكلاس على طول. هشوف واقول له. هاي يا جماعة، قررت ما اروحش البيت لان عندي كلاس يوجا. في شايفين البيلدينج ده؟ هنا عندي كلاس هدربه بعد شوية. فقلت لو روحت هكس واجي اريح، فقلت اقعد في الكافيه هنا. انا بحب اصلا قعدة الكافيه هنا قوي. شربت قهوة واكلت اللانش بتاعي من البيت، وقاعدة اعمل اديتنج، وشوية كده بطلع الاستوديو عشان ايه، استعد يعني للكلاس. واعتقد ان اليوم كده بعد الكلاس اليوجا ده عندي هدرب يوجا في البيت عندي. يعني انا عامله استوديو في البيت كده هدرب يوجا فيه. عندي برايفت كلاسز يعني. ف وبعد كده اليوم هيكون خلاص. فبكره هصحى بدري عشان المعرض هيبتدي من الساعة 10 اعتقد لغاية 5 بكره، زي كده. ابص على الكالندر كده. فبحب الفيو قوي من هنا. شايفين يا جماعه الفيو حلو ازاي؟ هسيبكم بقى واستنوا اعمل لكم. شفتوا العربيه؟ خلص اديتنج واكيد التاتش بعد ما بخلص. Good morning friends. النهارده تاني يوم في المعرض وقربت اوصل، متأخرة حرفيا. المفروض اوصل 10، دلوقتي الساعة 10 وربع تقريبا. بس it's okay, it's okay. ده اللي انا علمت نفسي مؤخرا، ان انا ما اقرفش نفسي باي سبب من الاسباب. محلولة، محلولة ومربوحة. المهم يا أصدقائي، النهاردة لابسة عباية كده، هبقى أوريكم الأوتفيت لما أوصل هناك. عملت كوفي، أخدت لانش بوكس، واشتريت بتاع هانو شوكولا كان نفسي فيه جدا 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 يعني. فأخدت ميل كده، عرض ميل بيبقى زي ساندويتش وجوس أو درينك وتريت أو سناك، سواء شيبس أو شوكولات. فكان نفسي في بانو شوكولا فلقيته على الديل، فرحت اشتريت الديل. المهم يا أصدقاء الخير، يا جماعة الخير، متنسوش تشتركوا بالقناة، فعلوا جرس الإشعار، وتشجعوني عشان أعمل لكم فيديوهات أكتر من النوعية دي. وإحنا بنسعى على لقمة عيشنا. الناس عمالة تتفرج عليا. بصوا الشارع اللي أنا ماشية فيه، طنط وطنطي اللي ورايا. المهم متنسوش تكتبوا لي كومنتس جميلة تحت هنا، وتقولوا لي إيه الأخبار. عمو الخياط. You like this earring, right? The fox Yeah, the one. fox earring, Yeah, yeah. that's your character. Strong woman. Okay, a wolf. Because usually I like this prints like leopard, tigers, and it But represents. these are not wolves, this is fox. Yeah, still the same character, you know. No, no. You Wolf really? is from We طبعا يا جماعه انا عندي ويب سايت اونلاين، بس انا قافلاه دلوقتي. بس طبعا هحط لكم اللينك في الديسكريبشن عشان وانس ما افتحه انتوا تقدروا تشتروا اي حاجه من عندي. وشوفوا بقى الحاجات الحلوه اللي انا بعملها. ده كل شغلي يا جماعه.
اوكي، في حاجات مش شغل يعني، حاجات انا بشتريها عشان تسبورت مي. اوكي، اكيد التشارمز مش انا اللي عاملاها، بس انا اللي بجمع الحاجات دي كلها مع بعض، بتاخد مني وقت. انا اللي عامله الشنطه دي يعني، التشين وحاطه فيها جولري، فكل الحاجات دي النيك تايز دي كلها انا اللي عاملاها. شايفين؟ انا بفكر اخد ده عشان انا موبايلي محتاج حاجه بصراحه، عشان انا زهقت ان انا كل شويه بضيع الموبايل. مش يعني بناطيلي كلها مش لها جيوب، فدي حلوه والله اللي تشين دي، فممكن اخدها اصلا لنفسي. بصوا يا جماعه، انا بحب اي حاجه انا بجيبها. شايفين الشنطه دي؟ It's a very vintage juicy couture in a very good condition, amazing condition. وبجد قطعه يا جماعه، احطها لكم على الويب سايت تقدروا تشتروها لو انتوا عايزين. إيه برضو اللي هي فيها تيدي بيرز دي براند نيو، تقدروا تشتروها برضو لو ما اتباعتش النهارده. ودي برضو بيس اوف ارت. شايفين؟ يا حلاوتي يا جماله. ودي معاها الكيتش التشين دي، وفيها واحدة تانية جوه، واحدة تانية حزام تاني هنا، يعني تقدروا تلبسوها على كذا ستايل. شايفين بقى يا جماعة؟ أنا اللي عاملة ده مزوقاه. دي قطعة فينتج، دي أنا مش عاملة فيها حاجة خالص. بس يا جماعة بجد والله العظيم أنا هحاول أحط لكم صورة براند، بس مش فاكرة اسم البراند، بس من البراندات المعروفة المشهورة، شبه دي بالظبط، وبتتباع ب 500 آه 1500 باوند. اضربوا في 70 72. والله العظيم يا جماعة هجيب لكم الصورة احطها لكم على الشاشة. نفس القطعة very similar، وتتباع بسعر خيالي. اوكي، دي حاجة. هنا برضو انا اللي عاملة ده مزوقاه، حاطة البيبيون، وده برضو انا اللي مزوقاه. اوكي، وده برضو انا اللي مزوقاه. صح. So guys, that's my outfit for today. Arabian Nights. So اشتريته، حبيت قوي، وجاي معاها زي حاجة كده تربطوها على الوسط، بس ما لقيتش حاجة هنا احط الحزام فيها. فقلت بقى ايه، ما فيش وقت، انا اول مرة البسها، فقلت هبقى اعمل لها حاجة كده زي تهاك عليها. هنا اسمها ايه بتاعتين اللي تعلقوا عليه، او ممكن ان انتوا تعلقوها على رقبتكم كده، بس حاسه ان هي كتير هنا عشان انا لابسه حاجه ملونه، فالمفروض ان انا ما كنتش احط دي، but that's okay for now.